ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله 18 قطعة جاتوه بكوبايتين دقيق بس، من غير بيض ولا لبن ولا اي مكونات مش موجودة عندك. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، بس ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو علشان يترفع ويوصل لعدد كبير من الناس. وكمان لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا في البولة كوباية ونص مية دافية، وحطيت عليهم 200 جرام سكر اللي هي كوباية معيارية. هقلب السكر مع المية الدافية كويس جدا لحد ما السكر يدوب خالص، وبعد كده هضيف عليهم نص كوباية زيت اللي هي 100 جرام. تمام، علشان الناس اللي بتحب برضو بالجرام. عندي هنا كوبايتين دقيق، عبارة عن 230 جرام. حطيت عليهم معلقتين لتلاتة كاكاو، يعني زي ما تحبي الكاكاو، عايزاه غامق شوية او فاتح مش مشكلة. انا حطيت هنا 3 معالق كاكاو، وحطيت ظرف كيك شيف، وهحط كمان ظرف صغير خالص من القهوة سريعة الذوبان. اي نوع عندك حطيه، ممكن حتى تحطي معلقة قهوة عادية، يعني مش شرط دي. بتعزز النكهة جدا مع الكاكاو وبيكون طعمه حلو قوي. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وحتى كمان على الدقيق رشة ملح. هنخل الدقيق بالكاكاو والبيكنج باودر ورشة الملح على الخليط بتاع الزيت والمية. وعايزة اقول لكم خليط الزيت والمية، لو انت عايزة تقلبي السكر يعني بالزيت والمية في الخلاط او في الكبة مفيش مشكلة، وبعد كده تضيفي المواد الجافة. لكن انا عاملاه عشان بس اللي ما عندهاش كبة او ما عندهاش خلاط او كده يتعامل معاها بسهولة جدا. وممكن في الاخر ما تحطش عليه كريمة، يعني لو ما فيش مضرب او كده ممكن ما تحطيش كريمة، او تضربي الكريمة حتى بالمضرب اليدوي بتطلع كريمة جميلة جدا. بس هي محتاجة صحة شوية، يعني حتى لو ما فيش مضرب خالص هتقدري تعملي الجاتو ده ويكون حلو جدا معاكي. بعد ما نخلت كده المكونات الجافة، اي حاجة كده لسه في المصفى بعملها بالمعلقة. وبعد كده هحط معلقة خل عشان بتتفاعل مع البيكنج باودر، وبتدي طراوة كده للكيكة وهشاشان للكيكة، بما اننا يعني مش حاطين هنا بيض. تمام، المفروض ان انا احط فانيليا على فكرة، بس انا نسيت خالص ان انا احطها. فلو حابة تحطي شوية فانيليا هتحطي شوية فانيليا، انا علشان ما فيش بيض فنسيت الفانيليا. هقلبها كويس قوي وده القوام بتاعها. هحطها في صاج مقاسه 30 في 40. لو عايزة تحطيها برضو في اي صينية من اللي هما المستطيلة بتاعة الطقم اللي في المطبخ العادية، هتحطيها في المقاس الكبير. لو عايزة تقسميها مثلا طبقتين ممكن تحطيها في المقاس الوسط او الصغير، لو عايزاها تطلع عالية يعني وتعمليها تورتة. ومش شرط مربعة، كمان ممكن تعمليها في المدورة مفيش مشكلة خالص. هحطها بقى في الفرن، خدت معايا 12 دقيقة بالظبط، وطلعت بالشكل ده وسبتها تبرد. هي بس وانا بطلع الصاج ايديا مش ماسكه الصاج كويس، فكان هيقع مني على البوتاجاز، فعشان كده شقق علشان اتخبط خبطه جامده قوي. لكن هي الكيكه بتطلع جميله جدا. بعد كده حطيت الكريمه بقى، هنعمل الكريمه بتاعتنا. حطيت كوبايه من الكريم شانتيه وحطيت عليها ربع كوبايه سكر، علشان هنا هعملها بالكاكاو. انا مش عايزه برضو احط مكونات غاليه علشان يبقى اقتصادي تماما يعني. جيت اضرب المكونات اكتشفت ان انا نسيت احط الميه، فوقفت طبعا العجان ورجعت تاني احط الميه. بس مش مشكلة، هما المكونات كده كده يتقلبوا مع بعض يكون افضل يعني. هحط هنا كوباية ونص مية ساقعة متلجة. وعايزة اقول لكم ان مقدار الكريمة ده كان كتير على الصاج، او عشان انا الولاد عندي في البيت اصلا مش بيحبوا الكريمة كتير، فما كان ما رضيوش يخلوني احط الكريمة كلها. فممكن تعمليها بكوباية الا ربع حتى كريمة، مش شرط تحطي كوباية. انا هنا الكريمة جاهزة معايا تماما، بس انا بعد ما سيحت الشوكولاتة حسيت ان انا عايزة احط لها معلقة شوكولاتة. عندي هنا 150 جرام من الشوكولاتة، مسيحاهم مع 75 جرام مية. 75 ل100 جرام مية. ابدأي ب75 جرام، ولو لقيتيها تقيلة خففيها شوية. انا بحطها بالويم كده بصراحة بالكوباية عشان عيني واخدة عليها. فابدأي كده ب75 جرام، يعني نص المقدار بالظبط بتاع الشوكولاتة حطيه مية. ولو لقيتيها تقيلة قوي ارجعي خففيها شوية صغيرين بالمية. ما حطيتش عليه اي حاجة تانية خالص، الشوكولاتة ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. خدت منها بس معلقة كده بعد ما بردت وحطيتها على الكريمة علشان تدي طعم حلو للكريمة. لكن لو مش عايزة تحطي ما تحطيش. بعد كده الكيك كان برد معايا، عايزة اقول لكم الكلام ده كله ما خدش 10 دقايق، يعني الكيكة طلعت من الفرن سبتها تهدى 10 دقايق.
كانت بردت لأن الجو طبعًا برد، وعلى ما الكيك برد كنت أنا عملت الكريمة وكمان سيّحت الشوكولاتة، وبعد كده بدأت أحط الكريمة على الكيك على طول. أنا هنا ما سقيتهاش لأن الكيكة كانت طرية جدًا معايا، مش محتاجة تتسقى خالص، وكمان هناكلها طازة. يعني أول ما خلّصتها على طول حطيتها في التلاجة بس 5 دقايق، الشوكولاتة تمسك عليها حاجة بسيطة وبدأت إن أنا أقطّعها. فما احتجتش إن أنا أسقيها خالص، لكن لو حابة تسقيها ممكن تسقيها بشربات عليه معلقة كاكاو، أو تسقيها بشوية لبن وعليهم معلقة كاكاو برضه، أو معلقة جناش أو معلقة نوتيلا زي ما تحبي. لكن أنا هنا ما سقيتهاش زي ما قُلت لكم، حطيت الكريمة على طول. وزي ما قُلت لكم برضه خدت معايا كوباية إلا ربع كريمة وبقت بالشكل ده كده. لكن لو عايزة تزوّدي طبقة الكريمة شوية يبقى حُطّي الكوباية كلها وابدئي افرديها في الصاج بتاعِك. هنا الشوكولاتة كانت بردت شوية، لكن كان برضه يعني لسه فيها سِنّة دفا كده، والكريمة طبعًا زي ما قُلت لكم لسه حاطاها دلوقتي حالًا، ما حطيتهاش في التلاجة ولا حاجة، فعلشان كده نزلت على الكريمة زي ما أنتم شايفين كده، الكريمة قبّت شوية. أنا رجعت تاني يعني نزّلتها كده بالإسباتولا، بس ما اتصورتش معايا، نزّلت الكريمة بالإسباتولا وحطيت عليها الشوكولاتة، فهي اتدارت يعني. هي الحمد لله عشان مش طالعة أوردرات ولا حاجة، فالموضوع اتدرى بسرعة. عارفين دي لو طالعة أوردرات ما كانتش هتتضبط خالص، وكنت هاقعد بقى ليلي كده للصبح معاها. كنت أضطر بقى أضبّط الطبقة وأسويها وأرجع أسيّح لها شوكولاتة تاني، بس الحمد لله إن هي أصلًا مش أوردرات. هنا كنت حطيتها في التلاجة قعدت حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق، يعني أنتم شايفين لسه الشوكولاتة حتى ما مسكتش أوي عليها خالص، وبدأت إن أنا أقطّعها عشان كانوا الولاد بقى عملوا الشاي ومستنيين الكيكة عشان ياكلوها. عايزة أقول لكم إن الكيكة دي خفيفة جدًا، 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 يعني مش عايزة أقول لكم، أنتم جرّبوها وقولوا لي في التعليقات. خفيفة أوي كإنِّك ما كلتيش حاجة، يعني أنتِ حليتِ وكل حاجة وكلتيها مع الشاي جميلة، وتحسي إن أنتِ ما كلتيش أي حاجة خالص. سكرها مضبوط جدًا، عايزة أقول لكم الكريمة كده سكرها مضبوط أوي، فلو عايزة تحطي بس معلقة زيادة سكر أو حاجة، لو بتحبي السكر زيادة، كانت السكر مضبوط جدًا، جدًا. فاللي بيحب السكر عالي شوية هتزوّدي السكر في الكريمة شوية. قطّعتها بالشكل ده كده، أنا قطّعتها 18 قطعة، بس على فكرة هي ممكن تتقطّع 24 قطعة، لو رفّعنا القطعة دي شوية ممكن تجيب 24 قطعة. بدأت أحط روزيتات كده من بقية الكريمة اللي عندي، واتبقى برضه من الكريمة. فعايزة أقول لكم إنه اقتصادي جدًا، جدًا، وفي ثواني ما خدش وقت خالص. وبقى عندِك تحلية كده جميلة، عجب الولاد أوي، أوي، يعني بصراحة والله أول مرّة يعجبهم حاجة أوي كده. هُم ما بيحبوش الحاجة التقيلة على فكرة، يعني الجاتوهات والحاجات التقيلة دي مش بيحبوها، فعشان كده عجبتهم جدًا. شايفين الطعامة؟ جرّبوها وقولوا لي كده رأيكم في التعليقات. إن شاء الله يعجبكم وأشوفكم على خير.